كشف محمد المهدي بن سعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل كواليس محاولة سطو جزائرية على التراث اللامادي المغربي خلال اجتماع لجنة اليونسكو بدولة الباراغواي. وقال بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الاثنين أن آخر المحاولات الفاشلة للسطو على التراث المغربي كانت خلال اجتماع لجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي بالباراغواي، غير أنه بفضل المسؤولية الجماعية للمغاربة والتنسيق المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى المجتمع المدني تم إفشال هذه المحاولة. وأبرز الوزير أن اللجنة اعتمدت ولأول مرة التحفظ الذي قدمته المملكة المغربية ضد إدخال صورة القفطان المغربي في ملف دولة أجنبية في إشارة إلى الجزائر، وهو ما يخالف روح وأهداف ومضامين اتفاقية اليونسكو 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي. وتابع الوزير قائلا: مع الأسف هناك من يعيش في وهم وفي حاجة لسد فراغ سياسي ويحاول العيش في عالم موازي وفي عالم مليء بالسطو وسرقة تاريخ الآخر. ولفت وزير الثقافة إلى أن المغاربة داخل وخارج أرض الوطن يدافعون يوميا عن التراث كما يراسلون اليونسكو بشأن ما يقوم به البعض، مشددا بالقول: هذه المعركة مشتركة بيننا، وحتى إن غادرنا الحكومة فإننا سنظل نواصل صراعنا ضد من يسرق أو يحاول السطو على التراث المغربي.